السلام عليكم. هنتكلم النهارده عن حاجة مهمة وهي العلف. وليه في علف بادي ونامي وناهي؟ ليه مش كله علف واحد؟ بص يا سيدي، الموضوع بمنتهى البساطة كده إن كل مرحلة عمرية في بيمر بيها سواء الطائر أو الحيوان هو ليه احتياجات مختلفة في كل مرة عن التاني. يعني مثلا ببساطة كده زي الإنسان، أنت النهارده الطفل هل ينفع أول ما يتولد أكله أكل عادي؟ لا، ما ينفعش. وكذلك برضه ما ينفعش الكبير إن هو مثلا يشرب مثلا لبن، يعني يعيش على لبن على طول. ففي احتياجات مختلفة، فكذلك نفس الموضوع ده برضه بالنسبة لأي كائن حي. طيب أنا بقى في الحالة دهيّة دلوقتي الباري ده هو اللي هو المفروض إن هو اسمه البادي يعني. الهدف كله من إن مكونات العلف ده بتشتغل على التكوين الجسماني للطائر نفسه، إن هي بتدّي له العناصر اللي هو محتاجها عشان خاطر يكوّن الجسم بتاعه من عضم، من تكوين داخلي، أعضائه الداخلية، الكلام ده كلّه. فعشان كده أهوّة أنا النهارده حد ييجي يقول لك طَب أنا لمّا أغيّر على وزن والّا أغيّر على عُمر؟ لأ، هو إحنا الاتنين مع بعض أصلًا، إحنا محتاجينهم مع بعض. يعني أنا النهارده مثلًا دلوقتي المفروض إن أنا أوصل لوزن مثلًا من 500 ل600، عشان ساعتها بعدها أبدأ إن أنا أغيّر من علف بادي لعلف نامي. المفروض إن هو لمّا هيوصل للوزن ده هيكون بقى بنيانه الجسماني نَفْسه بقى مُهيّأ إن هو بعد كده يقدر إن هو يشيل لحم. طيب أنا النهارده لو ما وصلتش للوزن دهوّة، وفي نفس الوقت مثلًا دخلت في حوالي اللي هم تقريبًا أسبوعين، طيب هل في الحالة دي بقى أنا أغيّر والّا ما أغيّرش؟ الكلام ده بيرجع على حسب بقى الحالة العامة للقطيع اللي عندك. هل أنت شايفه إن هو ضعيف، هزيل جسمانيًا؟ ما هو مش شرط، يعني أنا ممكن أكون أنا النهارده ما وصلتش بالوزن، ولكن الهيئة الجسمانية نفسها موائمة مع بقية القطيع، ولكن هو مش شايل لحم، يبقى أنا كده في عندي مشكلة تانية، ممكن يكون في مشكلة مرضية. طيب العلف بقى اللي هو النامي، هو باين من اسمه إن هو نامي. يعني إيه؟ يعني بينمّي بقى الحاجات اللي عند الطائر نفسه بقى من غدد ومن عوامل داخلية عنده عشان خاطر يبدأ إن هو يتهيأ إن هو يكوّن لحم. طيب بنيجي بعد كده أهوّة في العلف الناهي. والعلف الناهي دهوّة الهدف من تكوينه إن هو يدّي طاقة أعلى للطائر عشان خاطر يبدأ إن هو يشيل لحم، لإن طبيعي أنا النهارده دلوقتي بقيت بادّي له طاقة وهو حركته مش بالشكل الكافي، فهيبدأ إن هو يشيل معايا لحم. زي أنت كإنسان كده بتاخد حاجات فيها باور عالي، بس أنت ما بتحرقش، ما بتحرقش الباور ده، ما فيش طاقة أنت بتبذلها. فبالتالي إيه اللي هيحصل؟ هيبدأ إن جسمك يعني يزيد وزنه. فهو نفس القصة. فبالتالي أنا النهارده لو ادّيت للطائر الصغير دهوّة أو الطائر اللي هو لسه طالع جديد، لو أنا ادّيته نسبة طاقة عالية، هو مش محتاج لها، هو لسه مش محتاج للpower ده، هو عايز يتكوّن داخليًا، يبقى أنا كده باغذّيه تغذية سيئة. فهو محتاج في البداية بروتين عالي عشان خاطر يبدأ يكوّن الأعضاء الداخلية بتاعته والعضم والحاجات اللي هتشيل بعد كده الجسم ده. بعد كده بيبدأ يبقى في علف شبه متوازن ما بين البروتين والطاقة، عشان خاطر هو في الحالة دي هيبقى بيتحوّل من مرحلة إن هو خلاص بدأ يخلّص تكوينه الداخلي، فبقى احتياجه للبروتين بدأ يقل شوية، بس بقى بيبدأ إن هو يتحرّك ويروح وييجي، فعايز يبقى محتاج طاقة. بعد كده هو محتاج بقى طاقة بشكل أكبر عشان خاطر يبدأ إن هو يحوّلها للحم. فبالتالي أنت لازم تبقى فاهم المراحل دي كلّها عشان خاطر لمّا تيجي تغذّي أي حاجة عندك تبقى عارف أنت تغذّيها على السليم. وعشان تكون فاهم إن جميع الطيور بلا استثناء من بداية عُمر يوم هو محتاج نسبة بروتين عالية. يعني ما فيش حاجة اسمها إن أنا النهارده أصل الكلام ده مع فراخ التسمين بس، أنا أي حاجات بقى تانية حمام، بَط، وِز، مش عارف إيه، لأ هادّي له أي حاجة، لأ، لإن هو برضه محتاج يكوّن تكوين داخلي جسماني. فما فيش حاجة اسمها كده. زي برضه الحيوانات في البداية محتاجة للرضاعة واللبن، وبعد كده يبدأ إن هو يتجه للأكل. فركّز في النقطة دي كويس عشان خاطر تعمل بنيان جسماني كويس جدًا للطائر اللي عندك، ويبدأ إن هو بعد كده يتأهل إن هو للحاجة اللي أنت بتعِدّه ليها، سواء تسمين أو إنتاج بيض. أشوفكم بخير، يا رب أكون فدتك. السلام عليكم.